السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شبابنا جريد 11؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. الفيديو المنتظر فيديو الباكج بتاعتنا والكتاب بتاعنا لجريد 11 ان شاء الله. مبدئيا كده عايز ابدا واقول لك ان جريد 11 سهله جدا وبسيطه جدا، لانك انت مش بس داخل متفوق وشاطر، لا ده انت كمان داخل معاك خبره سنه اولى. طيب تعال نبدأ أول حاجة بتفاصيل الكتاب. وقبل ما نبدأ بتفاصيل الكتاب تعال نقول تفصيل صندوقة بتسأل عليها كتير: يا دكتور هو الكتاب للمشتركين ولا لأي حد؟ فعايز أقول لك إن الكتاب للكل. والله أنت بعد ما طلبت الكتاب عايز تكمل معانا في الكورس، أوكي تمام. حاسس إنك لا مش عايز الكورس، أنت بس هتكتفي بالكتاب، برضو تمام، مفيش أي مشاكل. وليه كده؟ عشان أنت هتشوف دلوقتي التفاصيل والكتاب من جوه، وهتعرف ليه إحنا سايبين الكتاب ده أي حد يقدر يطلبه عادي، لأن هو فعلا كافي ووافي. تعال نبدأ بأول كتاب، أو تعال نبدأ بالكتاب الأساسي وهو كتاب الشرح. طبعا كتاب الشرح زي ما معروف عنا دايما احنا بنعمل ايه؟ بنجيب كل learning outcome ونقوم نحط كده اسم learning outcome من فوق، ونحط كل الكونسبتس في learning outcome اللي عندك. تمام؟ يعني هتلاقي concept 1 2 3 4، ودي كل الكونسبتس الموجوده عندك في اول learning outcome. بعد كده بنبدأ على طول، نبدأ تاني صفحة على طول نبدأ ناخد أول كونسبت ونشرحه بالتفصيل بالصور والتيبلز والمقارنات وكل حاجة. يعني مثلا انت عندك في learning outcome 1 بيتكلم عن الجينيتيكلي موديفايد اورجانيزمز، او من الاخر كده الكائنات المعدله جينيا، يعني الكائنات اللي عدلنا في الجينات بتاعتها. فتلاقيني كاتب لك اول كونسبت وهو الجينيتيكلي موديفايد اورجانيزمز او كائنات معدله جينيا. هتلاقيني بعد كده شارح لك يعني ايه تعديل جيني، وشارح لك يعني ايه كائنات معدله جينيا، وكمان قايل لك ازاي هم بيعملوا التعديلات الجينيه دي بشكل بسيط. وكمان جايب لك مثال على حاجه حيه معمول لها تعديل جيني، وهو الجولدن رايز او الرز الذهبي. وده رز كده معدل جينيا، وجايب لك كل حاجه بالصور عشان كمان تفتكر الكلام ده بالصور. وهكذا يعني هتلاقي برضو بعد كده تاني كونسبت مثلا بيتكلمك عن حاجه اسمها بيتي كورن، والبيتي كورن ده عباره عن محصول برضو معدل جينيا. هتلاقيه كاتب لك ازاي هما بيعدلوه جينيا، وازاي العلماء عدلوه جينيا، وليه العلماء اصلا عدلوه جينيا. وبعد كده هتلاقي بقى هكذا بقى الكونسبت الباقيه، كونسبت 3 كونسبت 4، كل حاجه بكل التيبلز والصور والتوضيحات والستبس وكل حاجه. فده النظام بتاعنا، بحيث ان انت بعد ما تخلص اول ليرنينج اوتكم او اي ليرنينج اوتكم تبقى عارف انا خلصت الكونسبت ده وده وده وده، كده انا خلصت learning outcome 1 او 2 او 3 او 5 او اي learning outcome عندك. يعني مثلا برضو تعالى نبص على learning outcome 2. ادي learning outcome 2، هتلاقي عندك برضو اسم learning outcome تحتيه الكونسبتس الموجوده عندك في فايل learning outcomes. تمام؟ وهتلاقي بعد كده ان احنا بناخد كل كونسبت بنشرحه بالصور والتوضيحات، وكمان التيبلز والمقارنات وكل حاجه اهو، التيبلز والستبس والحاجات اللي زي كده. تمام؟ ده بالنسبه للايه لتفاصيل او ازاي كتاب الشرح ماشي. وهكذا برضو، وهتلاقي برضو ايه، هتلاقي برضو اي حاجه بقى فيها ستيبس، واي حاجه فيها خطوات وهكذا بتكون موجوده. يعني مثلا اهو دي مثلا فيها، دي عباره عن خطوات حاجه كده او عمليه معينه ان شاء الله هتدرسها. هتلاقي كده الخطوات موجوده في صوره، وكمان مكتوبه لك فوق، يعني هتلاقي مكتوبه او الخطوات مكتوبه فوق، بحيث ان انت تبقى عارف بالتفصيل الخطوات كانت ماشيه ازاي. طيب اللي انا عايز اقوله لك برضو ان الكتاب ده انا اللي كاتبه بايدي، يعني انا ما خدتش كوبي بيست من اي سورس وحطيته لك، لا انا الكتاب ده رحت بصيت على كامبل قريته، وبصيت على هيومن بيولوجي قريته، وبصيت على سيباب قريته، وبصيت كمان على كام سورس عندنا في كليه الطب البشري وقريته. وبعد ما فهمت كل الحاجات دي وحطيتها كده في دماغي ونظمتها في دماغي بطريقه معينه، جيت وقمت شرحتها لك بالطريقه المعينه عشان تخش دماغك بسهوله. يعني انا كنت بكتب الكتاب ده بايدي كلمه كلمه حرف حرف، وبحط الصور دي بايدي، كل حاجه بايدي. يعني انا عمري ما خدت كوبي بيست في الكتاب ده خالص. كل حاجه من اول التيبلز، من اول المقارنات، من اول كل حاجه هتلاقيها بايدي، خطوات هتلاقيها بايدي، كل حاجه هتلاقيها مكتوبه بايدي. تمام؟
وعشان كده هتلاقي الكلام بسيط، يعني هتلاقي ان انا بتكلم معاك بشكل بسيط، وي بوت كذا ونعمل كذا، هتلاقي الموضوع بسيط جدا ومبسط، مش الكلام الكبير كده الكومبليكيتد بتاع الكتب. طيب ده بالنسبه للايه، ده بالنسبه لتفاصيل كتاب الشرح بتاعنا ان شاء الله. وتعالى بقى نخش بقى على تفاصيل كتاب الايه، او البوكلت الصغنطوط. البوكلت الصغنطوط بصراحه السنه دي يعني هو كبر شويه، تمام، يعني بقى كبير حبتين. طب ليه؟ وده لان هو فيه كل اسئله الامتحانات القديمه اللي مرت على مدار السترم كلها، من اول ما السترم بدات في 2015 لحد السنه اللي فاتت 2025 و2024. كل اسئله الامتحانات القديمه هتلاقيها موجوده. طب حلو، هل انا هفتح الاقي انت عامل لي امتحان يعني اسئله الامتحانات القديمه على هيئه امتحانات؟ طب ما انا معايا الامتحانات القديمه. لا، مش هعملها لك كده. امال هعملها لك على هيئه ايه؟ هتلاقي كاتب لك واحد learning outcome 1 الباست اكزامز بتاعته او الامتحانات القديمه على learning outcome 1، وحاطط لك كل اسئله الامتحانات القديمه اللي جت على learning outcome 1 في كل الامتحانات، بحيث ان انت بعد ما تخلص learning outcome 1 من الكتاب ده، خلاص انا خلصت الكونسبت ده وده وده وخلصت كده learning outcome 1، تفتح البوكلت هتلاقي فيه اسئله الامتحانات القديمه على learning outcome 1 كله. كل الاسئله اللي جت في كل مدار ستيم على learning outcome 1 موجوده، هتلاقيها بالشكل ده اهو، كل الاسئله. وهتلاقي كمان مكتوب جنبها السؤال ده جه في امتحان ايه. يعني مثلا شايف سؤال الاول سؤال جه مثلا في امتحان ميد ترم 24، تاني سؤال مثلا جه في امتحان برضو ميد ترم 24. يعني مثلا نمسك سؤال 20 مثلا، هتلاقي سؤال مثلا 20 جه في امتحان ميد ترم 22، وهكذا بقى كل سؤال مكتوب جنبه هو جه في امتحان ايه. طب عدد الاسئله كام؟ يعني مثلا عندك اول learning outcome 1 عندك عدد الاسئله 68 سؤال. دي الاجابات بتاعت learning outcome 68 سؤال من الامتحانات القديمه فقط، لان انا زي ما قلت لك انا مجيب لك كل اسئله الامتحانات القديمه من اول ما بدات السنه لحد 2024، فهتلاقي اسئله كتير جدا. طب بس كده؟ لا، ده بعد ما تخلص اسئله الامتحانات القديمه على كل learning outcome هتلاقي في الاخر كده مكتوب لك التي او سي اكزامز. هو ايه التي او سي اكزامز دي امتحانات سنه ثالثه. امتحانات سنه ثالثه بيمتحنوهم على حاجات موجوده عندك في المنهج انت. فانا جبت الاسئله اللي موجوده عندك في المنهج من سنه ثالثه وحطيتها لك هنا برضو تحت كل learning outcome. يعني مثلا هنا اهو learning outcome 2 تحتيه كل اسئله الامتحانات القديمه بتاعت سنه ثالثه اللي جت على learning outcome 2، وهكذا مثلا learning outcome 3 اهو تحتيه كل اسئله الامتحانات القديمه اللي جت في السنه ثالثه على learning outcome 3. طيب، وطبعا الكتاب او البوكلت على هيئه اسئله مش صور، مش مجرد سكرين شوت من امتحان وبحط لك الاجابه، لا انا بحطها لك على هيئه كلام، بحيث ان الموضوع يبقى سلس وسهل في ان انت تقدر تحل ان شاء الله، وتقدر يعني يبقى سلس ومريح في الحل ان شاء الله. ده بالنسبه لتفاصيل الكتاب والبوكلت. طيب، تاني حاجه بقى بالنسبه لسعر الكتاب. سعر الكتاب هيكون ان شاء الله 300 جنيه. الكتاب ده كله ان شاء الله بالبوكلت بكل حاجه ب 300 جنيه. وطبعا ما تنساش دايما القانون بتاعنا ان اي حد ان شاء الله هيشتري الكتاب هيكون قدامه عرض او اوفر ان هو يقدر يشترك في اول شهر معانا بنص الثمن. عايز يستفيد من الاوفر ده تمام، مش عايز يستفيد برضه وشايف ان هو هيكتفي بالكتاب بس برضه تمام، مفيش اي مشاكل. ده بالنسبه لتفاصيل او سعر الكتاب. طيب، الشحن او طلب الكتاب او ازاي هقدر احجز واطلب الكتاب. اول حاجه انا عايز قبل ما ابدا في الشحن او الحجز عايز افهمك نقطتين. اول حاجه ان اي فلوس او مصاريف شحن هتكون ب 60 ل 100 جنيه فقط. ممكن تزيد شويه، ممكن تزيد شويه على حسب مكانك، يعني لو انت مكانك بعيد هتزيد شويه قليلين يعني. فلكن الافرج من 60 ل 100 جنيه. ده بالنسبه اول حاجه لسعر الشحن. تاني حاجة بالنسبة اللي هيوصل لي في قد ايه، انت هتطلب الكتاب وفي خلال 3 ايام بالكتير قوي هيكون الكتاب وصل لك. يعني 3 ايام هيكون الكتاب في ايدك لازم ان شاء الله يعني. يبقى ده بالنسبة اول حاجة لنقطتين كده، وهو سعر الشحن والمواعيد بتاعت الشحن. تاني حاجة بقى ازاي اقدر اطلب الكتاب او ازاي اقدر احجز الكتاب، ايه طرق حجز الكتاب. فانت عندك 3 طرق. 3 طرق. تعال نبدأ بأول طريقة. اول طريقة والله ان انت هتطلب الكتاب دلوقتي في الاجازة، وهتطلبه على محافظتك يوصل لك على البيت بتاعك، تمام. وبعد ما يوصل لك هتدفع انت كل مصاريف الشحن زائد مصاريف الكتاب، فانت كده هتدفع كل حاجه وتتكفل بمصاريف الشحن بنفسك. وده بصراحه قد يكون تقيل شويه لان مصاريف الشحن برضو 100، يعني 60 ل 100 ممكن تزيد شويه. فيعني الموضوع ده برضو ان هو يعني واحد بس اللي يتكفل بمصاريف الشحن هيكون صعب شويه. طب دي اول طريقه. طب ايه تاني طريقه؟ تاني طريقه هي ان انت تشوف الناس اللي من ستيمز، سواء كان اي مدرسه في ستيم اللي معاك في نفس المحافظه. يعني مثلا انا لما كنت في ستيم اسيوط كنا احنا 8 او 10 هنا من سوهاج،
بنروح مع بعضينا، فاحنا كلنا موجودين عايشين هنا في سوهاج. فلما كنا بنطلب حاجه في الاجازه او كده كنا بنطلبها على سوهاج ونبدا نوزعها بيننا وبين بعضينا هنا في سوهاج، لان احنا عارفين بعضينا. فده بالنسبه يعني لطريقه الحجز. لو انت عايز تحجز على محافظتك بس برضه انت مش عايز تدفع مصاريف الشحن زي ما قلت لك، تقدر تشوف اصحابك او تكلم زمايلك حتى لو مش من نفس ستيم بس هما من نفس المحافظه، هما في ستيم تانية بس هما في نفس محافظتك، تكلمهم وتتفقوا مع بعضكم وتشوفوا مين عايز يطلب الكتاب، تبداوا تجمعوا العدد مع بعضكم وتحجزوا، بحيث ان مصاريف الشحن ان شاء الله تتقسم عليكم بدل ما واحد بس هو اللي يدفع كل مصاريف الشحن. طيب تالت طريقة للحجز ايه؟ وهي ان انت تستنى لحد بداية الدراسة، وبس طبعا تبلغني بعدد الناس اللي هتطلب في المدرسة معاك، وتبدأ بقى تجمعوا مع بعضكم مع بعض وتبدأوا تحجزوا، بحيث ان الكتاب يوصلكم ان شاء الله على اول يوم في الدراسة ان شاء الله هيكون الكتاب وصلكم بإذن الله. بس زي ما قلت لكم ده محتاج انك تستنى لحد بداية الدراسة بحيث ان الكتاب ان شاء الله يوصل لك. طيب ده بالنسبه لطرق الحجز. بس في اوفر صغنطوط كده احنا ضفناه السنه دي ومش اي سنه، وهو ان اي طلبه مع بعضهم، اي 10 هيجمعوا مع بعضهم هيبقى معاهم كتاب زياده، يعني هيبقى معاهم كتاب فري زياده يعني هيبقوا 11 كتاب بدل 10 كتب. بمعنى ان انتوا بدل ما انتوا كنتوا 10 طلاب فقط اللي شايلين الكتاب، لا هتبقوا 11 طالب اللي شايلين الكتاب، فتمن ال 11 كتاب بدل ما هيتقسم على 10 لا هيتقسم على 11 طالب، فبالتالي ثمن الكتاب هيقع عليك تقريبا ب 270 بدل 300. فده اوفر كويس. انت لو قدرت تجمع 10 من زمايلك سواء كان من نفس المحافظه او من نفس المدرسه، قدرت تجمع 10 من زمايلك هيبقى ليك كتاب جديد. طب افرض مثلا انا جمعت 30، كل 10 هيكون عليهم كتاب زياده. جمعت 60، كل 10 هيكون عليهم كتاب زياده، يعني هيبقى 66 كتاب بدل 60 كتاب، يعني ال 66 طالب هيدفعوا ثمن 60 كتاب فقط بدل ثمن 66 كتاب. ده بالنسبه لتفاصيل الحجز بتاعه الكتاب. طيب تعال نبدا بقى كده في تفاصيل الكورس، وده بالنسبه للناس اللي ان شاء الله مش بس هتشتري كتاب، لا ده ان شاء الله كمان هتكمل معانا في الكورس. اول حاجه الكورس بتاعنا انا يعني هتكلم على السريع كده، طبعا التفاصيل هتبقى اكتر لما نبدا ان شاء الله، الموضوع هيوضح بالنسبه للكورس لما نبدا، بس هكلمك على التفاصيل كده على السريع يعني. اول حاجه الشهر الكورس ان شاء الله بتاعنا هيبقى متقسم على هيئه شهور. كل شهر بيبقى فيه 4 سيشنز حل، وده الاساسي، ده ما ينفعش يقلوا ولا يزيدوا، هم 4 سيشنز حل، سوري 4 سيشنز شرح، يبقى كل شهر هيبقى فيه 4 سيشنز شرح هنشرح فيه الليرنينج اوتكمز اللي عايزين نخلصها في الشهر ده. يعني مثلا وليكن اول شهر احنا عايزين نخلص اول 3 ليرنينج اوتكمز، فاحنا هنشرح في الاربع سيشنز دول اول 3 learning outcomes ان شاء الله. طب بالنسبه للحل، فبعد كل سيشن شرح هينزل لك ان شاء الله سيشن حل على محتوى السيشن وكمان على محتوى السيشنز اللي كانت قبليها كمان. وبعد ما نخلص كل learning outcome، يعني مثلا وليكن احنا خلصنا learning outcome 1، هنفتح مع بعضينا البوكلت وهنحله مع بعضينا، يعني هنحل البوكلت ده مع بعضينا واحده واحده، كل اسئله الامتحانات القديمه وكمان اسئله سنه ثالثه ان شاء الله. طيب بالنسبه بقى لتفاصيل او سعر الشهر ان شاء الله، فسعر الشهر هيكون ب 250. وما تنساش العرض بتاعنا، اي حد هيشتري الكتاب ان شاء الله هيكون له اول شهر بنص الثمن، يعني ب 125 بدل ما يدفع ال 250 كلها. طيب وبدايه ان شاء الله الترايل سيشن او بدايه الكورس ان شاء الله، واول سيشن تجريبيه هتنزل امتى ان شاء الله؟ هتنزل يوم 13/8 اللي هو يوم الخميس الجاي ده ان شاء الله. فاستعدوا ان شاء الله، بدايتنا قريبه جدا بحيث ان احنا نبدا قبل الدراسه بشهر كامل، يعني يبقى في شهر كامل قبل الدراسه نقدر نخلص فيه ما يقرب من نص المنهج ان شاء الله قبل ما نبدا. فدي هتبقى حاجه لذيذه جدا، وان شاء الله هنبدا زي ما احنا قلنا يوم الخميس القادم اللي هو يوم 13/8 باذن الله. بس كده يعني، يا رب تكون سنة تانية أو جريد 11 سعيدة على الكل إن شاء الله. ويا رب دايما كل الناس تحقق كل اللي نفسها فيه، وإن شاء الله زي ما قلت لك جريد 11 هي من أحلى السنين اللي هتعدي عليك، وده لأن هي ما فيهاش الضغط بتاع سنة تالتة وما فيهاش التوهان بتاع سنة أولى، فبالتالي هي سنة أنت داخل فيها بخبرة سنة أولى ومفيش ضغط، فإن شاء الله كل الناس تحقق اللي نفسها فيه. وزي ما قلت لكم الجريدز بتاعلى في سنة تانية، فحاولوا كده وخشوا بعزيمة ان شاء الله. انا هجيب ايه على الاقل ان شاء الله، ممكن اجيب اكتر كمان، فخشوا كده بالعزيمة دي وان شاء الله ربنا يوفقكم كلكم يا شباب. بس كده، بالتوفيق.